النهارده شفنا الاعلامي الجميل اللي كل الناس بتحبه، الاعلامي الغلابه، محمد سامي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يخليك، نورتنا في المهرجان. نور نورك وانت اللي منوره والله. ربنا يخليك. البرنامج بتاع حضرتك عامل ضجه جامده جدا، بيتكلم عن الغلابه وده حاجه جميله جدا. فكلمنا عن البرنامج بتاعك والهدف جالك ايه، الهدف بتاعه وايه الفكره بتاعته؟ انا بعمل طول بقالي 10 سنين بعمل برنامج اسمه بكل جراءه على قناه مصر بلد على شاشه التلفزيون، والناس كلها عماله تقول لي انت ليه مش موجود على السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا هي اكتر حاجه الناس تقدر توصل لك من خلالها. فتواصلوا معايا ناس محترمين، فريق كبير من المونترين والمصورين وفريق عمل كبير جدا جدا، ببعت لهم التحيه باسم العزيز وكل الناس اللي في ظهري يعني. فقررنا نعمل حاجه اسمها مذيع الغلابه، مذيع الحاره. اعلام الغلابه ده انا اللي عامله. مذيع الحاره ده هو انا هنزل كل حواري مصر، كانت دي البدايه. هنزل كل حواري مصر اوصف الحاره اللي اسمها حاره كولوت بي، اسمها كولوت بيلي، حاره مرخان، يعني اي مكان. تاريخ كل حاره او تاريخ كل مكان في مصر. بالظبط. انا قلت لهم بصراحه انا مش هروح لده، انا هروح للحاره اللي بجد، بشوف المحتاجين اللي بجد ونتكلم عن اللي محتاجين دعم بجد. كوفيرا مش قادره تعمل حق اعلان، بعمله لها ببلاش. صاحب مطعم عايز يعمل اعلان، انا بعمله له ببلاش. ولد بيغني نفسه يبقى مطرب، هعمل له ده. فالحكايه في الاخر تحتها 3 خطوط كده اسمهم جبر الخواطر. بس حضرتك طبعا على السوشيال ميديا اعلام الغلابه، واللي طبعا حضرتك ليك صدى جامد جدا وليك جمهور جامد جدا من كتر الخير اللي بتقدمه للناس، من كتر الدعم النفسي. النهارده بالنسبه للمهرجان، ايه رايك في المهرجان النهارده والتنظيم المهرجان؟ غالبا اي سؤال هتطرحيه زي ده على اي ضيف هيقول لك المهرجان رائع وعظيم وقد ايه منظم وقد ايه. هو حقيقي كده، بس انا برضه هقول كلمه زياده. مروه عوض بتطلع سلمه زياده بس، نقطه خلاص. هي مروه عوض بتطلع في كل دوره سلمه زياده، ما بترجعش. مروه عوض ولا كسيده مصريه عندها اصرار وعزيمه ان هي بتعمل مهرجان وناجحه في المهرجان بتاعها؟ انا ما اعرفش كل السيدات المصريات، انا اعرف مروه عوض وشفت قد ايه تعرضت لعراقيل كتير جدا خلتها كانت احتمال ما تكملش واحتمال تقف في دوره من الدورات يعني. بس انا عايز اقول ان الراعي الرسمي لنجاح المهرجان شخص طيب محترم اسمه المخرج اكرم درة. بس اكرم درة راجل بيحب شغله، راجل من وجهة نظري بيعرف يرسم، هو رسام. انا هعمل كده وهرسم كده وهعمل الشكل ده في الاخر فاعمل الصوره، هو بيعرف يعمل ده. فانا وجه له كلمه مروه عوض انت تستاهل الخير. اكرم درة مش غريب عليا المخرج المحترم ان انا كل مره اقول فيه كلام حلو، بس انت في 2024 انت عامل نقله، وخصوصا ان انت تعرضت لفقدان اعز صديق ليك المرحوم المغفور له باذن ربه الاعلامي هاني عصر اللي جرحنا كلنا عدم وجوده بيننا النهارده. فكان عندك مأساة ان صاحب عمرك بيروح منك، بس اشتغلت وقاومت وكبرت وعامل حاله النهارده محترمه. فاسمح لي ابعت لك الف تحيه وربنا يبارك لك وينجحك كمان وكمان عشان انا بحبك. شكرا لله الجميل محمد سامي، شكرا ليك، نورتنا في المهرجان.